ابريل 2020 وزارة الدفاع الامريكية نشرت على صفحتها 3 فيديوهات صورتها طيارات الاف 18 لاجسام طايرة مجهولة عشان يعترفوا اخيرا ان ظاهرة الاطباق الطايرة حقيقية مش مجرد خيال. بعد سنين طويلة من الانكار بتبدأ من الحرب العالمية الثانية لما طيارين كتير بلغوا عن رؤيتهم لاجسام او كرات مضيئة بتطاردهم في الجو وبتطير حواليهم بس من غير ما تشتبك معاهم، وما كانوش عارفين يحددوا ايه اللي شافوه بالظبط. الاجسام الطايرة ما كانش فيها حاجة من اللي بتساعد الطيارات والصواريخ في عالمنا على الطيران زي قوة الدفع او الاجنحة او الديل، وشكلها كان شبه لبانة التيك تاك بطول 12 متر، وحركتها كانت سريعة شبه كرة التنس لما تضربها فتنط من مكان للتاني. كانت بتتحرك قريب من سطح المية وفجأة تطلع بشكل عمودي لارتفاع يوصل 12,000 قدم، وبتتسارع بسرعة غير طبيعية لدرجة انها اختفت في ثانيتين بس. دي كانت شهادة ديفيد فليفر، واحد من الطيارين اللي شافوا الأجسام الطايرة وسجلوا الفيديوهات اللي عرضتها البنتاجون. في سنة 1947 كانت البداية الحقيقية لتسجيل حوادث الأطباق الطايرة لما حصلت وقعتين لفتت انتباه العالم كله للظاهرة دي. أول حادثة لما طيار أمريكي اسمه كينيس أرنولد كان بيطير في منطقة جبال في واشنطن وشاف سرب فيه 9 أجسام طايرة بتطير في شكل حرف في، وقال إن سرعة طيرانهم كانت في حدود 1700 ميل في الساعة، يعني 2735 كيلو، والسرعة دي كانت بتفوق التكنولوجيا اللي وصل لها البشر في سنة 1947. وكينيس أرنولد هو المسؤول عن تسمية الأجسام دي بالأطباق الطايرة، لأن على حسب وصفه كانت دي الطريقة اللي بتطير بيها الأجسام دي، شبه اللعبة اللي على شكل الأطباق الطايرة وهي بتتحرك فوق مسطح مائي. هو اتكلم على طريقة حركتها مش الشكل، ولكن الصحف والإعلام والسينما ما صدقت. وبعدها بأيام حصلت حادثة تانية في منطقة اسمها روزويل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ودي تعتبر أهم حادثة لما جسم من السماء وقع في مزرعة وراح سلاح الجو الأمريكي ولم الحطام اللي موجود هناك، واللي كان مسؤول عن لم الحطام هو ضابط اسمه جيسي مارسيل، وقال إن معدن الحطام ما كانش له وزن وكانوا شايلينه وكأنهم مش شايلين حاجة، وإنهم ما قدروش يتنوا المعدن ده أو يسيبوا حتى أثر عليه، لدرجة إنهم ضربوه بمطرقة وما حصلوش أي حاجة. وأعلنوا وقتها إن اللي وقع ده حاجة اسمها فلاينج ديسك، وبعدها عدلوا التقرير بتاعهم وقالوا إنه ده كان بالون لقياس الطقس. ولما الرئيس هنري ترومان طلع في مؤتمر صحفي واتسأل عن مشاهدته لأطباق طايرة قال أيوة شفتها بس في الجرايد بس، وكانت الحكومات كلها بتنكر أي كلام عن الأطباق الطايرة، بس في ناس كتير ما اقتنعوش. وفي سنة 1974 واحد من سلاح الجو الأمريكي قال إن اللي وقع فعلا ما كانش بالون طقس، ده كان الجيش الأمريكي بيخفي حقيقة كبيرة عن الناس. وبعدها ب20 سنة الجيش الأمريكي في 1994 قال إن ده ما كانش بالون طقس وإنه كان بالون لمراقبة التجارب النووية في الاتحاد السوفيتي. وبسبب الروايات المختلفة اللي اتقالت الناس ما صدقتش واقتنعوا إن اللي وقع فعلا كان طبق طاير، وإن الجيش أخد بقايا الطبق ده ومعاه رفات بعض الكائنات الفضائية أو فضائيين أحياء فعلا، واتبعتوا في المنطقة 51 في نيفادا، ودي منطقة عسكرية سرية أنشئت في الخمسينات واتكشف عن طبيعة نشاطها في 2013 لما الكلام كتر حواليها واتقال رسميا إن اللي بيحصل فيها هو تجارب وتطوير للطيارات والمعدات العسكرية. بس في ناس كتير قالت إنهم شافوا جوه المنطقة أطباق طايرة وكائنات غريبة طولها يوصل ل 120 سنتي، ووصفوهم وبقى وصفهم هو الصورة النمطية اللي بنشوفها في الأفلام النهاردة. غير حوادث تانية زي ضباط سابقين كانوا في قواعد صواريخ أمريكية قالوا إنهم شافوا بالليل أجسام مضيئة بتلف فوق القاعدة، وإن الاتصالات بتتعطل في الوقت ده، وإن الأجسام دي ما بتطلعش أي صوت، وإن ده حصل أكتر من مرة. وفي وثائق اتسربت وكشفت إن الأمريكان من سنة 1948 كان عندهم مشاريع سرية كتير لمحاولة تفسير الأجسام الطايرة، زي لجنة مشروع الكتاب الأزرق اللي تم إنشائها في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. ومش أمريكا بس هي اللي عندها وحدة مختصة بالأجسام الفضائية، في أكتر من دولة منهم فرنسا اللي عندها لجنة اسمها سيجما 2، ووحدة جيبان التابعة المركز الفضاء الوطني الفرنسي، ودول مختصين بدراسة الظواهر الفضائية الغير طبيعية. والفرنسيين اهتموا بالموضوع ده بعد اللي حصل لهم في 1951 لما الطيارين الحربيين كانوا في مهمة استطلاع ولاحظوا جسم بيتحرك بنفس سرعة طياراتهم، ولما قربوا منه زود سرعته فجأة وطار بسرعة غير طبيعية. وفي أغسطس 2020 أنشأ البنتاجون إدارة خاصة اسمها وحدة التحديد المتقدم للتهديدات الفضائية لمتابعة ومراقبة الأجسام الطايرة مجهولة الهوية. والموضوع وصل إن الكونجرس أصر على إصدار تشريع يجبر المخابرات الأمريكية والبنتاجون إنهم يقدموا تقرير كامل عن الموضوع، واداهم مهلة أول 6 شهور من سنة 2021، وتم تمويل اللجنة دي ب 22 مليون دولار. لويس إليزوندو رئيس الوحدة قال إن الأجسام الطايرة فيها تكنولوجيا متقدمة جدا وبتطير بسرعات توصل ل 13,000 ميل، وعندها قدرة عظيمة في المناورة والتحرك في اتجاهات مختلفة بسرعة عالية جدا وبشكل مفاجئ ضد قوانين الفيزياء اللي نعرفها، وعندها قدرة كبيرة على الاختفاء من الرادارات والطيران في الهواء والمية ومستويات عالية من الجو. ومن الناس اللي اتكلمت في الموضوع جون راتكليف، وده كان رئيس المخابرات في عهد ترامب، وقال إن عدد المشاهدات للأجسام الطايرة بتزيد بشكل كبير، والطيارين والأسطول البحري والأقمار الصناعية بترصدها
طاقتها، وان عندها قدره على الطيران بسرعه تتجاوز سرعه الصوت من غير ما تعمل الصوت اللي بيحصل لما طياره تخترق حاجز الصوت. حتى اوباما طلع في برنامج ولما اتسال عن الفضائيين والاطباق الطايره قال ان في اجسام فعلا ما نعرفش عنها حاجه ولا عرفنا نفسر طريقتها في الحركه. الحوادث المتعلقه بمشاهده الاجسام الفضائيه تقدر بالالاف، وما كانتش بس في الجو، كمان كانت في المحيطات. بس دلوقتي خلونا نتكلم بشيء من المنطق. العلماء بيقولوا ان نسبة كبيرة من مشاهدات الناس لبعض الاجسام الطايرة ممكن يكون ليها تفسيرات، زي انها شهب او نيازك او برق او اقمار صناعية او طيارات تجسس من دول معادية. ولكن بيترد عليهم ان لو الدول المعادية دي زي الروس او الصينيين مسؤولين عن الحوادث اللي بدأت من 1947، كان زمان ظهرت بعض التسريبات ليها، فبتفضل نسبة من الحوادث غير قابلة للتفسير، خصوصا مع التكنولوجيا العظيمة اللي اتشافت واتصورت ولسه ما وصلهاش البشر لغاية دلوقتي. علماء ومسؤولين وعسكريين كتير بيؤمنوا ان في فعلا فضائيين بيزوروا كوكب الارض، وان اهتمامهم بينا بدأ لما البشر عملوا تفجيرات نووية، خصوصا في فترة الستينات اللي كانت التجارب النووية بتحصل بأعداد كبيرة وقت الحرب الباردة، وفي مشاهدات لأجسام فضائية في مناطق التفجيرات ومناطق عسكرية، وان الفضائيين قلقوا على كوكب الارض لا البشر يدمروه ولا حاجة، فيهم الخير والله، وان ده ممكن يأثر عليهم. ومن الناس المقتنعة بالرواية دي سادس شخص يمشي على القمر اوديجارد ميشيل، وكمان ادوارد تيلر، وده ابو القنبلة الهيدروجينية، ومعاهم وزير الدفاع الكندي السابق بول هيليار، والسيناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي. وبيقولوا إن المسؤولين عارفين وبيقابلوهم كمان، بس مش بيتكلموا عشان البشرية لسه مش مستعدة لخبر زي ده، وإن حاجة زي دي لو اتعرفت هتعمل ذعر وسط الناس. في النهاية في آراء كتير، منها إن الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الأوروبية بتتلاعب بينا وبتطلع خبر زي ده لما يبقى في مشكلة أو حدث عايزين يغطوا عليه، وإن مفيش فضائيين زارونا ولا حاجة. وفي ناس ثانية بتقول لأ، ده في فضائيين بيزورونا وعايشين وسطنا كمان. ولكن خلينا نقول إن اهتمام الدول وإنشائها الوحدات تهتم بالموضوع ده ودعمهم بملايين مش فراغ ولا تسلية، لأن التكنولوجيا اللي بتستخدمها الأجسام دي متطورة جدا، وممكن الدول تستفيد بيها في صناعة الطيارات العسكرية على سبيل المثال، أو استخدام التكنولوجيا دي في النقل العادي، وده ممكن ينقذ كوكب الأرض من الاحتباس الحراري ويخلينا نعتمد على طرق نظيفة وصديقة للبيئة، وغيرها كتير من الأسباب. وبيظل احتمالية وجود حياة في مكان ما في الفضاء موجود، خصوصا إن العلماء اكتشفوا لغاية دلوقتي 2 مليار مجرة في الكون، وفي مجرة درب التبانة بس أكتر من 3 مليار نجم و4000 كوكب ممكن يكونوا صالحين للحياة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويخلق ما لا تعلمون. ودلوقتي بقى قول لي رأيك في التعليقات، انت مقتنع ان في فضائيين ولا لا؟ وابعت الفيديو لصاحبك اللي انت شاكك انه فضائي ومخبي عليك، واشترك في القناة عشان تشوف فيديوهات اكتر. يا رب اللي يشترك في القناة يدخل الجنة.